من صراحة من الزوار زعما الأوفياء ديال المعرض من 2012. درت مقارنة فقط، ماشي زعما حيت أنا هنا، مي هنا لورغانيزاسيون عجبتني أكثر، متطورة جدا. هذا هو السبب اللي كيخليني نقول كنتمنى يبقى هنا في الرباط، وفوالا هذا الشيء اللي كاين. من الأحسن يبقى في الرباط، حيت زوين جينا في الرباط، وفي كازا ما كاينش بلاصة لا تقدر تلقى أحسن، فهمتي، حيت العاصمة وشحال من حاجة. شكرا. بالنسبه لي مغرب واحد، ولو اني من الساكنه ديال الرباط، يعني بحكم معيار ديال القرب يعجبني كل معرض في الرباط، ولكن لا كان ديال الدار البيضاء يكون احسن واوسع وايجابيات اكثر، علاش لا؟ لان 90 كيلومتر ديال الديستونس ما بين الرباط والدار البيضاء ماشي حاجه كبيره. كل معرض هو ديال المغرب ككل، فهمت؟ وانا شخصيا واخا يكون في مراكش ولا في العيون نمشي ليه. انتي صفاء، هذا العام بصراحه كان المعرض مزيان، كان زوين، واخا العام اللي فات ما عقلتش واش شفتو زعما كامل، ولكن المهم هذا العام داكشي البلايص اللي مشيت لهم عجبوني بزاف. تبغي المعرض يبقى في الرباط ولا نمشي لكازا؟ حيت كان نبغي يبقى في الرباط. علاش؟ حيت قريب، انا اصلا ساكنه في الرباط، دونك بلا ما نحتاج نمشي لكازا باش نشوف كتب. يعني انا ماشي من هذوك الناس اللي كيقول لك خصك ترجع لكازا، بالعكس ممكن يتقاموا معارض اخرى في كازا، وكاين معارض اللي كيتقاموا في كازا، لكن معرض الكتاب نورمالمون المكان الطبيعي ديالو هو العاصمه تاع المملكه، وحتى ارتباط العاصمه بالطرق الوطنيه، سواء طريق الشرق ولا الشمال ولا الجنوب، انه واحد ملتقى الطرق نتاع المغرب، وبالتالي كيساهم. وحتى ما كنشاهدوش هذاك الاكتظاظ اللي كاين في مثلا في الدار البيضاء، يعني باش توصل للمعرض تاع الدار البيضاء كنا كنمشيو له من الصعب باش توصل له، لكن الرباط كاين واحد السلاسه باش توصل للمعرض. وانا جيت من الناظور باش نحضر المعرض، وكنحييكم مجددا. بالنسبه لي انا دوزنا معارض في المغرب كامل، دوزنا في فاس، دوزنا في الدار البيضاء، في انفا، ولاني جينا للرباط لقينا الاجواء مبدله، ونتمنوا المعرض يبقى في الرباط، وجاني في الرباط احسن. وشكرا. المعرض واحد مناسبه زوينه بزاف، ووزاره الثقافه باين انها ضخات دماء جديده في المعرض الدولي للكتاب، وحتى التواجد ديالو في الرباط يعني عطاه واحد الاشعاع اكثر، لانه الموقع نتاع المعرض ولا الموقع نتاع الرباط انطلاقا على المستوى الوطني عطى واحد الاشعاع اكثر للمعرض، وبالتالي انا كنعتبر ان تواجد المعرض في الرباط واحد اضافه نوعيه للمدينه، واضافه نوعيه كذلك للمعرض، وكنتمنى يتطور المعرض يعني مستقبلا، يعني يستمر في الرباط. صراحه انا مولف ديما كنجي للمعرض، سواء العام اللي فات او هذا العام. كيبان لي هنا رقعه جغرافي اللي هي متوسط في المغرب كامل، وكنظن قريبه لجميع المجالات، سواء الناس للغرب او الناس للشمال او جميع المناطق. انا كنظن على حسب رايي ديالي يبقى غير في الرباط احسن من كازا. كازا بعيده شويه بالنسبه لي انا شخصيا، او الناس ديال الغرب بصفه عامه. هذا هو الراي ديالي، كيبان لي ما عرفتش صراحه. خصنا نفكروا ايجابيين، ان خص المناطق المغرب كامل تستافدوا الاولى، وحتى البنيه التحتيه ديال الرباط ماشي البنيه التحتيه ديال كازا. انا كنظن الرباط احسن من كازا، وحسب الراي ديالي كما قلت لك قبيله. المعرض يكون في الرباط، يكون قريب لينا، وحنا تنهتموا بالقراءه بزاف والمعرفه، تنفضلوا يكون في الرباط قريب لينا. لا، خصو يبقى في الرباط. الرباط هي العاصمه الثقافيه، من الاحسن يكون في الرباط. شنو الحوايج اللي عجبوك السنه في المعرض؟ اش عجبني في المعرض؟ الاجنحه ديال جميع الدول اللي مشاركه، والكتب متنوعه تنشريوها من هنايا، لان عندي لو غو دو لا ليكتور، جو بريفير لير كو فوار الانترنت. لان الكتاب مفيد بزاف. انا ما كرهناش كاع كل مدينه يكون فيها معرض. هذا معرض تبارك الله كبير، وحنا مادام هذا معرض ناجح، وهذا نتمناو يدار منه واحد اخر، ويداروا منه ثلاثه وكذا. دونك هذا هو لوبجيكتيف اصلا. مي هذا هنا في الرباط دوزيام ايديسيون ديالو في الرباط، فريمون شي حاجه اللي كتفرح.